انا ماني متكلم، لكن هو اخذ انذار. الله! جول احمد عبد الغفور. برافو. اذا وقف المهاجمون عن التسجيل فهناك مدافعون يجدون التسجيل. احمد عبد الغفور والهدف الاول في الدقيقة 26. الدقيقة 26 هدف اول من كرة مرفوعة صح. شوف امضاء علي مقصيد بيسار لافة، ارتقاء احمد عبد الغفور، هو والحارس داخل المرمى، الكرة من رأسية احمد عبد الغفور ما قدر عليها عبد العزيز، ولذلك يتحمل مسؤولية الهدف الحقيقة، لأن كرة رأسية مثل هذه أيضا وانت دولي يا عبد العزيز العويشير، لكن يقول لك أنا اللي بسجل، أنا اللي بسجل أحمد عبد الغفور. لا واضح أيضا الاشتراك الحقيقة مع الشمالي. شمالي عبد الله الشمالي، وين رايح يا الشمالي؟ خلها المدافعين، انت لاعب وسط، لكن خلاص بتي الكرة ويتي ركلة الجزاء. ركلة جزاء الآن خالد الرشيدي، يا ما يتألق في ركلات الترجيحية، وهذه لا ركلة جزاء، هذه يحسب منها هدف ويسجل في قائمة الهدافين أيضا. ركلة جزاء ألتون جوزيه البرازيلي والرشيدي. الرشيدي جول قوية داخل المرمى لإلتون جوزيه. ما يرحمها. جانب من جمهور الفتح السعودي طبعا فرحانين بالهدف اللي يأتي الآن في الدقيقة 29. لم يتهنى العربي بهدفه في الدقيقة 26، عطوهم 3 دقائق. عبد الله الشمالي ركلة جزاء يعني ما لها داعي دفع او هذا داخل منطقة 18، والتبديل الآن اللي غادر فيه اللاعب احمد الموسى من الوسط. هذا تبديل طبعا اجباري لان المدافع هو اللي ردت شويه في المرمى محمد فريح، لان يعني الفتح السعودي يلعب ب10 لاعبين، وهذه بالجول. جول الرشيدي. فهد الرشيدي يقول انا وهو نازل للملعب قال بسجل هدف وبقول للجمهور هذا الموجود القليل، لكن هذا الهدف نذكر فيه. يقول جماهير العربي وينكم؟ ترى احنا بنجيب اهداف ونسجل. ويسجل الان في الدقيقة 36. شوف لعبة محمد فريح، وشوف لما مرت ايضا عالية وتوصل لهايل، والرشيدي على طول بالزاوية الصعبة. وحارس المرمى اليوم السعودي الدولي ما هو بالفورمة ابدا، خطأين يكلفونك كثيرا، والدفاع ايضا عبد العزيز ابو شقرة خطأ ايضا يتحمله مع محارس مرماه. هدف ثاني يأتي في الدقيقة 36 بعد 10 دقائق من الهدف الاول. العربي يعود ليسجل الهدف الثاني. الرشيدي حلوة بينزلها هناك فريح. جول الله عطى بيلعبها ويشوت. جول الله شو يسوون العربي؟ شنو اللي قاعدين يسوون العربي؟ يا سلام عليك يا فريح، يا سلام على النقلة الحلوة. والرشيدي يعود يسجل هدف ثاني ويأكد انه راح يسجل فعلا، وثقة بنفسه فهد الرشيدي. والهدف الثالث في الدقيقة 38. في الدقيقة 38 شوف حلوة اللعبة، يا سلام. هو الرشيدي اللي لعبها لمن؟ لعبها لمحمد فريح، وفريح ايضا قال له الهدية بتجيلك، يات له الهدية على شماله ما تأخر فيها داخل المرمى الدولي. فهد الرشيدي ان شاء الله يسجل بغرب اسيا والخليج. برافو يا محمد فريح على وصولك لهذا المكان وعلى صنعك لهذه الكرة. رد الجميل بالجميل لفهد الرشيدي، ولذلك يسجل الرشيدي الهدف الثالث. هدف ثالث. العربي ثلاثة والفتح السعودي الشقيق 1. وركلة جزاء، لكن طلعتك باتجاه الكرة لا. اسمح لي يا حمد الشيخ، هني انت عليك تحسب، واعتقد ان الموسوي الان بيسجل عليك ملاحظة لو انك رايح لركلة الجزاء ممكن. ركلة جزاء ثانية الان
إذا ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 15. في الدقيقة 15 لحسين المقاوي. حسين المقاوي إذا يتسبب بركلة جزاء ثانية للفتح السعودي، نفس اللاعب البرازيلي ألتون جوزيه اللي سجل في الدقيقة 29 في الشوط الأول. والآن ركلة جزاء ثانية، ركلة جزاء ثانية ألتون والرشيدي. ألتون والرشيدي ممكن الرشيدي فهم له في اللعبة الأولى، وهذه الثانية الرشيدي جول. لاعب برازيلي على مستوى عالي، لاعب برازيلي على مستوى عالي الحقيقة. اللاعب ألتون جوزيه 26 سنة، هو قادم من دبي الإماراتي في يناير 2011. يضعها بكل ثقة، يضعها بكل ثقة. هدف ثاني 3-2، 3-2، والهدف يأتي في الدقيقة